بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد. جيت نشارك اليوم معاكم زوج وصفات لسحور أول يوم رمضان يدخل علينا بالصحة والهنا. أول وصفة هي محبوب الجماهير، الكسكس أو المسفوف على طريقتي، ناجح بمقادير مضبوطة. اللي ما تعرفش تخدم الطعام هذا الفيديو ليها. أما الوصفة الثانية اللي هي البريوش، كاين اللي يحب يسحر بالبريوش مع كاس حليب ولا قهوة. بريوش خفيف، مقادير اقتصادية بسيطة وبكريمة أبسط منها مكاش وفي متناول الجميع. منطولش عليكم ونروح نبداو بسم الله على بركة الله. عندي هنا في إناء أو صحن نحط كاس تاع طعام. أنا درت كاس غير أصبع قسط برك، يعني نفس كمية الطعام راح تكون ماء، نفس كمية الطعام راح تكون هي نفس كمية الماء. نديرو ملعقة صغيرة ملح مع 2 ملاعق كبار تاع الزيت النباتي، ونروح نفرغ نصف كمية الماء ونخلط مليح الكل مع بعض ونخليه يتنفخ معايا حوالي ربع ساعة، ونرجع نفتحه بهذا الشكل ونروح نحطه في كسكاس ونديرو يفور لمدة 5 حتى 10 دقائق، ونجي نفرغه في الإناء ونرجع نرشه بكمية الماء المتبقية بهذه الطريقة ونخلطه شوية حتى يتشرب كامل هذاك الماء. أنا استعملت طعام تاع النخلة بزاف شباب. وبعد مرور ربع ساعة رجعت فتحت الطعام تاعي ولقيته تشرب كامل ولا ناشف. نجي نفوره للمرة الأخيرة حوالي 10 دقائق ونروح نحط الفول والجلبانة اللي كنت فورتهم من قبل، نرجع نفورهم مع بعض باش يسخنوا برك. أما الطعام نحط له ملعقة صغيرة زبدة أو مارغرين، كاين اللي حب يدهنوا غير بزيت زيتون وكل واحد والذوق تاعو. نحاول ندهن مليح الطعام تاعي ونروح نضيف له الفول والجلبانة بعد ما فاروا، نخلطهم مليح مع الطعام. والمسفوف تاعي راهو واجد ما شاء الله عليه مع كاس البن. واش نقولكم، شهيتكم في الجنة إن شاء الله. ودرك نجوزو للوصفة الثانية اللي هي البريوش. في إناء نحطو نصف كأس سكر عادي، نضيف له كاس حليب دافي، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، نخلط الكل مع بعض ونضيف لهم كأس فرينة اللي كنت غربلتها من قبل، ونخلط مليح ونخليهم يخمروا حوالي 10 حتى 15 دقيقة. من بعد نجي نخلطهم مليح ونضيف لهم نصف ملعقة كبيرة فانيليا مع ربع كأس زيت ونخلط جيدا. ونجي نحط الكأس الثاني تاع الفارينة مع نصف ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة خميرة الحلوى. نلم العجينة بيدي جيدا بهذا الشكل ونضيف الكأس الثالث تاع الفارينة، نلم مليح ونضيف نصف كأس آخر، يعني المجموع 3 كيسان ونصف تاع فارينة. نجمع مليح هاد العجينة، لازم تكون عجينة طرية جدا مش يابسة باش يخرج لكم البريوش خفيف. إذا كانت العجينة يابسة تقدروا تضيفوا الحليب تدريجيا، وإذا كانت شارية تضيفوا لها الفارينة. من بعد نحط العجينة فوق سطح العمل ونضيف لها ملعقة كبيرة من الزبدة اللي راح تعطينا بنة وذوق وهشاشة ما نحكي لكمش. نحاول كيفاش ندخلها مليح، مع الأول تحسوها فزدت معكم بصح ما تخافوهاش، اقعدوا تدلكوا فيها حتى تولي طرية وتدخل كامل هذيك الزبدة في العجينة وتولي بهذا الشكل. نحطها في إناء ونخليها تخمر مليح ونروح نحضروا الكريمة تاعنا اللي هي عبارة عن في كسرونة نحطوا 2 كيسان حليب مع 2 ملاعق كبار تاع الفلون بذوق الشوكولا. أنا استعملت هذا الفلون يعني بما أنه رمضان كريم وعلى الأبواب، تقريبا كامل البيوت الجزائرية تلقاو عندها هذا الفلون. وإلا ما عندكمش تقدروا تستخدموا علبة من فلون نوارة راهي غير ب3000. نضيف أيضا ملعقة كبيرة ونصف مايزينا ونخلط الكل مع بعض ونحطهم فوق النار حتى يثقل معايا هذا الخليط. نضيف له ملعقة صغيرة زبدة، نخلط مليح ونحطهم في الصحن باش يبرد تماما، ونغطيها بالغلاف البلاستيكي يكون ملامس للسطح تاعها ونحطها في الثلاجة تبرد. ونرجعوا للعجينة تاعي اللي خمرت معايا، نجي نديغازيها ونقسمها إلى 6 كريات، نشكلها على شكل كريات متساوية. من بعد كل كرية نفتحها بهذا الشكل الدائري ونعملها حربوش ونغلق مليح الأطراف، نرجع نرققها شوية بهذا الشكل ونحطها في الصينية، يعني تجي على شكل أوفال على شكل باجيت. نرجع نخدم معكم واحدة أخرى بنفس الشكل، نفتحها على شكل دائري، من بعد نشكلها على شكل حربوش،
نسود الأطراف ونرققها غير شوية ونحطها في الصينية تخمر حوالي نصف ساعة حتى لساعة على حسب درجة حرارة الغرفة. من بعد ما يخمروا نروح ندهن السطح تاعهم بحبة بيض ونزينهم بشوية تاع الكاوكاو ولا لوز إيفيلي كيما تقدروا ديروا لهم غير السكر ويجوا بنان، وندخلهم للفرن يكون مسخن مليح، نطفي عليهم من الفوق وننقص من الأسفل كي يحمروا، ونشعل عليهم من الأعلى يتحمروا ونخرجوهم ونخلوهم يبردوا. ونرجع للكريمة تاعي البنينة، نجي نطلع نصف كأس شونتيي مع نصف كأس تاع ما يكون بارد، نفس الشي مع الكريمة اللي كنت خدمتها نحاول نفتحها مليح بالخلاط الكهربائي. صدقوني هاد الكريمة بزاف بنينة. ونروح نضيف لها كريمة الشونتيي اللي خدمناها ونرجع نطلعهم مع بعض والكريمة راهي جاهزة، مكاش أسهل منها. وهاوليك البريوش تاعي بعد ما طاب وراهو يشهي، نفتحه من الوسط ونروح نعمره بالكريمة بهذا الشكل. صدقوني جا بزاف بنين والكريمة زادت فيه النص. وهذه هي النتيجة، جهيتكم في الجنة إن شاء الله. نتمنى الوصفات عجبوكم تاع نهار اليوم، تجربوهم وتقولوا لي رايكم في التعليقات، وما تنساونيش بالجيم والبارطاج، تشتركوا في القناة. وما بقى لي غير نقول لكم سلام.